ساهم في إنجاح المشاريع التنموية التي تشكل أساس ازدهار منطقتنا. حضرات السيدات والسادة، إن المشاريع التي سيتناولها لقاؤنا التواصلي هذا اليوم ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي فرص حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق دينامية تنموية مستدامة في المنطقة. وهنا نود أن نؤكد على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المستثمرون المحليون الحاضرون معنا في إنجاح هذه المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود. مرة أخرى شكرا جزيلا على حضوركم، راجيا أن يكون اجتماعنا هذا مثمرا ومليئا بالأفكار البناءة والقرارات الناجحة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. والكلمة الآن للسيد عامل إقليم الناظور، فليتفضل سيادته مشكورا. الخير عليكم. شركة الناظور المتوسط، السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار جهة الشرق بالنيابة، السيد رئيس المجلس الإقليمي للناظور، السيدة والسادة البرلمانيين، السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، السادة رؤساء الجامعات الترابية، السيد المدير الجهوي للتجهيز، السيد المدير المكلف باستتباع وإشغال طريق السيار، السيد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الناظور دريوش، السيد رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين الطبوغرافيين المستقيم، السيد رئيس نادي المنعشين العقاريين للناظور، السادة المستثمرين ورجال الأعمال والمنعشين العقاريين، السادة رؤساء أقسام العمالة، السادة مسؤولي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم. في البداية يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء التواصلي، وأن أشكركم لتلبية الدعوة وكذلك حضوركم معنا اليوم لاستعراض الرؤية التنموية التي يشهدها إقليم الناظور بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حضرات السيدات والسادة، إن إقليم الناظور أصبح اليوم محطة أنظار الجميع بفضل المشاريع والأبراج الكبرى والمهيكلة التي تنجح في مختلف المجالات، والتي تجسد الطموح الملكي الرامي إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. إن هذه المشاريع الكبرى تمثل دعامة أساسية في النهوض بالإقليم وتعزيز مكانته كقاطرة اقتصادية لجهة الشرق وللمملكة بصفة عامة. وسأركز في تدخلي هذا إلى 3 مشاريع استراتيجية كبرى. أولا، مشروع تهيئة موقع بحيرة مرشيكا، ثانيا مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وثالثا مشروع طريق السيار الرابط بين الناظور وقرسيد. حضرات السيدات والسادة، إن مشروع تهيئة موقع بحيرة مرشيكا يعد واحدا من أبرز الأوراش التنموية التي يشهدها الإقليم. هذا المشروع المتميز الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في يوليوز 2009، حيث تم الإشراف ويتم دائما على يد وكالة الهيئة تهيئة موقع البحيرة، ويهدف إلى تحويل البحيرة إلى وجهة سياحية متميزة مع احترام الخصوصيات البيئية للموقع. ويتضمن هذا المشروع سلسلة من التدخلات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشمل على سبيل المثال من الحصر إنشاء محطات سياسية وترفيهية، تهيئة المناطق المحيطة بالبحيرة لتكون فضاءات حضرية نموذجية. كما ينتظر أن يساهم هذا المشروع في خلق عدد كبير من مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة، وخصوصا تحفيز الاستثمار، مما سيجعل الناظور ويمكنه أن يكون وجهة سياحية وتنموية بارزة. أيها الحضور الكريم، يعتبر ميناء الناظور المتوسط مرشدا استراتيجيا بامتياز يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي ودولي للتجارة والنقل البحري. كما أن هذا الميناء الذي يعد من بين أكبر المشاريع المينائية في المملكة صمم ليكون منصة لوجستية متكاملة تسهم في ربط الأسواق الوطنية والدولية، حيث يتكون الميناء من محطة متطورة للحاويات ذات قدرة استيعابية كبيرة، منشآت لوجستية حديثة للدعم والتخزين وكذا توزيع البضائع، بنية تحتية مينائية متقدمة تسمح باستقبال السفن الكبرى
كما يمثل منصة للهيدروجين الأخضر. ويعتبر هذا المشروع رافعة أساسية ستساهم في تعزيز الصادرات والواردات المغربية، مع خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة على الصعيدين المحلي والوطني، وكذا التكامل بين بناء الناظور وباقي الموانئ الوطنية، وخاصة بناء طنجة المتوسط. حضرات السيدات والسادة، إن مشروع الطريق السيار الرابط بين الناظور والرصيف يعد شريان حيوي سيساهم في ربط الإقليم بباقي جهات المملكة، كما سيمكن من تعزيز وانفتاح المنطقة ودعم ديناميتها الاقتصادية، حيث يمتد هذا المشروع على مسافة تقارب 105 كيلومتر، ويهدف إلى تقليص زمن الرحلات بين الناظور وباقي المدن الكبرى، مع تسهيل تنقل الأفراد والبضائع، مما سيسهم لا محالة في تعزيز التبادل التجاري وتحسين البنية التحتية الطرقية وجعلها في مستوى المعايير الوطنية والدولية. وسيصبح الإقليم بفضل هذا المشروع المهيكل أكثر جاذبية للاستثمارات، كما أنه سيعزز من ربط المشاريع الكبرى كميناء الناظور غرب المتوسط بباقي الشبكة الوطنية للطرق السيارة، وسيسهم في تكامل البنى التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة. أيها الحضور الكريم، إن هذه المشاريع المهيكلة الثلاثة تعبر عن رؤية متكاملة تمضي إلى جعل إقليم الناظور قطبا تنمويا رائدا، لكن هذا لن يتسنى إلا بالتعاون بين جميع المكونات من سلطات ومجالس منتخبة وقطاع خاص ومجتمع مدني. وإلى جانب هذه الأوراش الكبرى، فإن الإقليم سيعرف إن شاء الله إطلاق مجموعة من البرامج الموازية في مجالات متعددة ومختلفة، كالصحة والتعليم والرياضة والثقافة والبنية التحتية الاجتماعية، لضمان تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الساكنة المحلية. حضرات السيدات والسادة، كل هذه المشاريع وأخرى إن شاء الله ستساهم بلا شك في تحويل الإقليم إلى وجهة سياحية واقتصادية متميزة، سيكون لها وقع إيجابي على عملية جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق مناصب شغل جديدة وتحسين جودة الحياة للساكنة. إننا على يقين بأن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية، وستجعل من إقليم الناظور نموذجا يقتدى به في التنمية المستدامة. حفظ الله مولانا الأمير بما حفظ به الذكر الحكيم، وسدد خطاه وبارك مسعاه، وأبقاه ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين، ليحقق لشعبه الوفي ما يصبو إليه من عزة وسؤدد ونماء. وأقر على جلالته بولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه لسميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور السيد عامل محترم.